بلا شك دائما ما تقدمون الدعم للهلال سواء كان المادي أو المعنوي. الآن دوركم في هذا المهرجان وهذا التنظيم. والله يكفي أننا جميعا في رحاب الهلال، فهذا لوحده يكفي يعني. علي همشري أيضا أعلم أنه لك يعني أيادي جميلة في كتابة الشعر، هل كتب علي همشري للهلال؟ والله ليس كل ما في القلب يخرج للناس، ويكفي أن الهلال في القلب. يعني ما كتبت حاجة؟ والله كتبت، لكن يعني كل ما أكتب في الهلال أحس إنه كلماتي أقل قامة من الهلال يعني. أشكرك جدا أستاذ علي همشري، وبرضه يعني رسالتك لكل محبي هذا النادي الأزرق ومحبي هذه المستطيلات الخضراء. وأنا عبركم بناشد جماهير الهلال داخل وخارج الوطن أن تلتف جميعها حول الهلال في المرحلة المقبلة. الهلال يحتاج لكل أبنائه، يحتاج لكل قطرة عرق أن تسكب من أجل الهلال ومن أجل وحدة الهلال ومن أجل التفاف الناس حول الهلال في المرحلة المقبلة. شكرا لك كثير، شكرا لك الأستاذ علي همشري، وبنتواصل مع كل السادة المشاهدين من استاد الهلال حيث احتفال هذا النادي العريق وهذا النادي العظيم والإنجاز والإبداع. سيد البلد نادي الهلال واقفين معاك وقفة رجال، يدي مرافع رسمة فوق كورة وفنون هيبة وجلال، كورة وفنون هيبة وجلال. تحية لكم كل متابعي قناة النيلين، ونحن وانتم لسه بنتابع المهرجان الهلالي. هذه الصورة مؤكد ليست صدفة، ولكن يعني الصورة الآن تعيد نفسها بنفسها. الهلال هلال الذهب الآن هو موجود في أرض الملعب، والنجم الذي حمل هذا الهلال وحمل هذا الكاس هو موجود معنا، ربنا يديه الصحة والعافية. وإن كان الحال تغير من صورة شبابية لشاب يعني برضه مليء بالطموح ومليء بالأفكار ومليء بالنجومية. كابتن عز الدين الدحيش، نحن سعيدين كثير بك في قناة النيلين. السلام عليكم ورحمة الله. في البداية بشكر قناة النيلين والفريق العامل، ولو أنه الواحد يعني طول جدا جدا، لكن يعني دي مناسبة الواحد يقدر يعني يعبر فيها. وأنا بفتكر المهرجان ده يعني هيكون بداية لموسم للهلال حافل بالانتصارات والانسجام واستقرار في التدريب واستقرار في مجلس الإدارة والجماهير، وأتمنى يعني نشاهد موسم حافل بالانتصارات إن شاء الله. كابتن الدحيش، أنا عايز أرجعك كمان لورا شيء ونتكلم عن الصورة والذكريات الجميلة للكاس ده، كاس الذهب والرئيس الراحل جعفر محمد نميري. نعم والله الكاس ده طبعا كان سنة 1974، وجابوا الرئيس الله يرحمه وقال تبارك هو الهلال والمريخ، وانتهت المباراة طبعا لصالح الهلال، وقدمنا فيها مباراة جميلة جدا جدا. والرئيس زي كان داير المريخ ده بأي طريقة يشيل كاس، وقام عمل كاس ثاني وبرضه شلناه يعني. شكرا لك يا كابتن. شكرا جزيلا. شكرا لكم كثير كل مشاهدي قناة النيلين، نتابع معنا. سيد البلد نادي الهلال واقفين معاك وقفة رجال، يدي مرافع رسمة فوق كورة وفنون هيبة وجلال، كورة وفنون هيبة وجلال. النجوم فريق الهلال يدخلون إلى أرض الملعب بصحبة الجمهور، بصحبة الآلات الموسيقية. نتابع ونكون معاكم، نتابع معاكم لحظة دخول اللاعبين على صهوات الجياد. يعني الآن نجوم الهلال في
واقفين معاك وقفة رجال، يدي مرافع راسنا فوق كورة وفنون هيبة وجلال، كورة وفنون هيبة وجلال. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بداية بشكر الجمهور على هذا الحضور وعلى هذا البرنامج الطيب، وإن شاء الله يعني يكون موسم خير وانتصارات إن شاء الله، وأنا بوعدهم إن شاء الله نقدم موسم جيد وطيب وترضي تطلعات الجمهور إن شاء الله. حضور جماهيري كبير مساوي، يعني جاوا من بدري وحضر وكان موجود بيشجعكم، ويعني لحظة دخولكم بتقول له شنو؟ والله بشكرهم على هذه الوقفة خلف الفريق، وإن شاء الله الموسم يعني يكون موسم بتاع انتصارات نقدر نوفي لهم بعض من مجهودهم إن شاء الله. شكرا لك كابتن، شكرا لكم كمان كثير، انتوا لسه متواصلين معكم، خليكم معنا. سيد البلد نادي الهلال، واقفين معاك وقفة رجال، يدي مرافع راسنا فوق كورة وفنون هيبة وجلال، كورة وفنون هيبة وجلال. البلد نادي الهلال، واقفين معاك وقفة رجال، يدي مرافع راسنا فوق فنون هيبة وجلال، كورة وفنون هيبة وجلال. واسمك كفو، ما سمعنا يوم قالوا اختفوا، وريهم اللعب النظيف. سيد البلد نادي الهلال، واقفين معاك وقفة رجال، يدي مرافع راسنا فوق كورة وفنون هيبة وجلال، كورة وفنون هيبة وجلال. طاهر صعب هداف وهدفك من ذهب، العب وكل الناس معاك، الليله تعبوا مع التعب. طاهر صعب هداف وهدفك من ذهب، العب وكل الناس معاك، الليله تعبوا مع التعب. صعب وغنى سيد البلد نادي الهلال، واقفين معاك وقفة رجال، يدي مرافع راسنا فوق كورة وفنون هيبة وجلال، كورة وفنون هيبة وجلال. سيد البلد نادي الهلال، واقفين معاك وقفة رجال، يدي مرافع راسنا فوق كورة وفنون هيبة وجلال، كورة وفنون هيبة وجلال. البلد نادي الهلال، واقفين معاك وقفة رجال، يدي مرافع راسنا فوق فنون هيبة وجلال، كورة وفنون هيبة وجلال. سيد البلد واسمك كفو، ما سمعنا يوم قالوا اختفوا، وريهم اللعب النظيف. يا هلال البلد نادي الهلال، واقفين معاك وقفة رجال، يدي مرافع راسنا فوق كورة وفنون هيبة وجلال، كورة وفنون هيبة وجلال. يوم هالنبض طاهر صعب هداف وهدفك من ذهب، العب وكل الناس معاك، الليله تعبوا مع التعب. يوم هالنبض طاهر صعب هداف وهدفك من ذهب، العب وكل الناس معاك، الليله تعبوا مع التعب. صعب وغنى سيد البلد نادي الهلال، واقفين معاك مرحبا بكم، كل سنة وانتم طيبين. وحقيقة يوم تاريخي للهلال، وهو يعلن ضربة البداية لأول مرة أمام جماهيره من خلال هذا الموسم من هذا المهرجان الكبير لاستقبال النجوم الجدد، للاحتفال بالبطولة لفريق القرن ولأشياء كثيرة جدا. اعتقد انه البريان حقق النجاح المطلوب. افتكر الاعلام كان كله
متوحد وواقف وقفة واحدة، وتحدي كبير للهلال في خلال هذا الموسم، وبالتأكيد سنشهد إن شاء الله بطولة وتنافس قوي بين كل الفرق، وفي النهاية الخلاصة كلها بتقودنا للمشاركات الخارجية والتمثيل الخارجي، وده هو المطلوب. نحن بنفتقر لهذه البطولات. نعم أستاذ رمضان، يعني تشهد المقبرة اليوم حضور كأس الذهب يعني وجيل السبعينيات، هذا التواصل لأي مدى برأيك يعني يشكل منظومة جميلة في هذا النادي؟ والله هي دي طبعا ضربة معلم، إنه كونه مجلس الهلال الحالي والجيل الحالي يربطوه بالعهد الذهبي للكرة السودانية والانتصارات الذهبية للهلال على المريخ. الاحتفالات كانت بتاعت مايو، وكاسين بطولتين متتاليتين حققهم الهلال. واليوم الواحد سعيد جدا انه يلاقي ناس شوقي ويلاقي غاقرين ويلاقي شيخ ادريس ويلاقي عبد الله موسى والدحيش وكل هذه الكوكبه اللي حققت هذا الانجاز. والناس يعني حقيقه اعدناهم حتى من خلال التناول الاعلامي في الصحف وكاسات الذهب والتشكيله والاهداف اللي سجلوها والخصم واللعيبه اللي يعني كانت حقيقه فتره ذهبيه جميله جدا، استطاع انه الناس يشتروها ويعيشوها ويرجعوا لها، وهي حقبه جميله جدا يعني. أستاذ رمضان، في ختام حديثنا معك يمكن خارج عن هذا المهرجان، توقعاتكم للموسم الجديد بمشيئة الله؟ والله موسم ما